خناقه يا جدعان، عركه. بص العركه عركه يا جدعان على فاول في منتخب مصر. طبعا الف مبروك لمنتخب مصر الصعود لدور 16 والفوز على تشيلي البلد المنظمه والكلام الجميل جدا. بس عايز اقول لك انا بالنسبه لي تلخيص الماتش ده في جمله واحده: عايز متعه روح اتجوز. والله العظيم ثلاثة. انسى انك تتفرج على الحاجات دي مع منتخب مصر سواء كبار او صغير. بص بص الخناقة عاملة ازاي، خناقة محدش عارف مين اللي بيشوط، مين الاول مين التاني. اسامه بيه طبعا مفيش حاجه بتلعب في الماتش، مفيش جمله، مفيش اي حاجه يا جدعان. بص خناقه، انا اللي اشوط لا انا اللي اشوط، ده بيزعل ده. منتهى العشوائيه، منتهى مفيش تنظيم، منتهى كل حاجه. بص بص ده ايه ده ده الكلام ده كمان ايه بنكمل معاك لحد بعد الجون. يعني بص خلاص بعد ما ربنا كرمنا وجبنا الجون، الراجل حتى بعد ما جاب الجون مش عايز يسلم على حد. يعني حتى بص طريقته برضه، لان محمد عبد الله اللي كان عايز يشوط الفاول، فحتى بص كل ما يجي يحتفل معاه هو بص بيدعوا عنه ازاي، مش عايز يحتفل معاه. حتى عايز يلبسه التاج، بص بيشيل ايده برضه ازاي بنفس الطريقه اللي مش حلوه. يا جدعان في ايه يعني؟ مش كده يا جدعان. انا ما شفتش حاجه زي كده في منتخب مصر قبل كده. عشوائيه مفرطه ويعني حاجه بصراحه غريبه جدا. انا مش فاهم ايه الخناقه اللي حصلت دي وخلوا طبعا شكلنا وحش. طبعا المكسب والجون ده على الفاول واللي حصل في الفاول والهمجيه اللي حصلت دي. بس ايه ده يا معلم ده؟ ايه يا جدعان الخناقه دي؟ كابتن اسامه نبيه او حسام حسن عضك ولا ايه يا جدعان؟ انتوا مالكم يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ انتوا بتكرهونا ليه يا جدعان في البلد اكتر ما احنا؟ ازيكم عاملين ايه؟ تمام. طب مع السلامه انا بقى.